النهاردة هنسافر مع بعض رحلة مختلفة جدا، مش لبلد جديدة لكن لزمن زمان. تعالي نشوف الستات زمان كانوا بيلبسوا ايه علشان يسافروا، من القوافل على ظهر الجمال لحد أول طيارة طلعت في السماء. يلا بينا، يلا بينا. Stop. ازيك يا جميلة؟ أهلا بيكي في برنامجنا شنطة فاشن رودانيا ستايل مع نهار رشاد. زمان في مصر القديمة لما الستات كانوا بيسافروا في القوافل أو على النيل كانوا بيلبسوا فساتين من الكتان الخفيف عشان يناسب الحر، والإكسسوارات كانت بسيطة وخفيفة بس دايما فيها لمسة أنيقة، والرحلة نفسها كانت بتاخد أيام وأسابيع. طب والعصور الوسطى؟ في أوروبا والأندلس السفر كان مغامرة، الستات كانوا يلبسوا طبقات من الأقمشة التقيلة علشان يحموا نفسهم من البرد، ومعاهم شالات كبيرة وعبايات واسعة. تخيلي الرحلة كلها على حصان أو على عربية خشب. ومع ذلك الأناقة لسه جزء أساسي. تعالي بقى ندخل على القرن ال19. مع ظهور القطارات والبواخر الموضة اتغيرت، الستات بقوا يلبسوا فساتين أنيقة وطويلة وقبعات كبيرة مزينة بالريش أو الزهور. السفر بقى مش بس وسيلة انتقال لكنه مناسبة استعراضية للستايل. ومن هنا يلا بينا على أوائل القرن العشرين لما الطيارات ظهرت. الستات كانوا بيلبسوا بدل كلاسيكية شيك جدا مع جواكت خفيفة وجوانتيهات وكمان نظارات كبيرة علشان تحميهم من الرياح. السفر كان مغامرة وفخامة في نفس الوقت. أزياء السفر زمان بتقول لنا إن أي رحلة حتى لو طويلة ومتعبة كان دايما فرصة عشان الستات يعبروا عن جمالهم وأناقتهم. والمرة الجاية وانت بتجهزي شنطتك افتكري انت جزء من رحلة طويلة بدأت من آلاف السنين، من القافلة للطائر. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا عن الأزياء وتاريخها المثير. يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بمعلومة جديدة عن أزياء السفر زمان من القافلة للطائر. الأزياء مش بس ملابس، دي جزء من هوايتنا وثقافتنا، وبجد أنا مستنية تقولولي رأيكم في الستايل بتاعي، وهل المعلومة كانت مفيدة لكم ولا لأ؟ وما تنسوش تتابعوا رودانيا ستايل على الفيسبوك والإنستجرام @رودانياستايل، وكمان زوروا موقعنا www.rodaniastyle.com. وافتكروا دايما بالظبط life is a party, dress like it. Bye. Stop.